لم يتم التفكير في المرأة حتى بالصورة التي تمت بها، لم يتم التفكير فيها إلا في في النسخة الثانية من الحكومة، وبعد الاحتجاجات الكبيرة التي كانت من طرف كل النساء بمختلف تياراتهم والفكرية والسياسية وغير ذلك. وهذا شيء مؤسف، شيء مؤسف أن لا حينما يتعلق الأمر بتحمل مسؤولية في مراكز القرار لا يمكن أن نجد المرأة إلا إذا كانت هناك احتجاجات، وكانت هناك كل النساء ينادين بضرورة إسهام المرأة. هذا من حيث المبدأ أولا، لأن إشراك المرأة يجب أن يصبح شيئا عاديا وطبيعيا، وحتى دون الاعتماد على أشكال التمييز التي نتحدث عنها، اعتمادا على كفاءتها وعلى معايير موضوعية، فالمرأة يجب أن تتبوأ مكانتها داخل مراكز القرار، حتى ما نحتاج شيء الاحتجاجات وكذا لكي تتمكن المرأة من الوصول إلى مراكز القرار. هذا من جهة. ولكن كيفما كان الحال أنا أقول مقارنة بالتشكيلة الأولى الحمد لله أنه تم التفكير في تواجد 6 نساء. لكن أيضا يحضر كذلك معطى آخر، وهو أننا دائما نفكر في المرأة على أنها تحتل درجة ثانية بعد الرجل، الرجل هو الوزير والمرأة هي المنتدبة أو هي كاتبة الدولة. وبدلا من أنه لا يزال ذلك التمييز السلبي ضد المرأة، هناك كفاءات نسائية يمكنها أن تكون على رأس قطاعات وزارية مهمة، لكن وكأننا فقط نريد إرضاء النساء بإيجاد مكان لهن، حتى ولو كان مكانا صغيرا و ليس بحجم كفاءة المرأة. فإذا هذا شيء مؤسف، وأقول بأننا بكل أسف ما يقوله أو ما يقال الشعارات التي ترفع لا تترجم على أرض الواقع في الوقت المناسب. لما كنمشيو للحملة الانتخابية، لما كنكونوا في ندوات، لما كنكونوا في لقاءات، فالجميع يتحدث عن مشاركة المرأة وعن الشراكة وعن كفاءة المرأة وعن إمكانياتها وقدراتها وعن القيمة المضافة التي تأتي بها وعن الشفافية التي تعتمدها وعن الحكامة الجيدة التي تترجمها على أرض الواقع من خلال المناصب التي أو من خلال المسؤوليات التي تتحملها. لكن حينما يحين وقت التعيينات تصبح المرأة آخر من يتم التفكير فيه، وهذا بالأسف شيء مؤسف جدا.